ليه دايما شايف نفسك فاشل؟ ليه دايما حاطط نفسك في زون ان انت لازما دايما هتكون اي حاجه بتعملها هتفشل فيها؟ ليه ما تحطش دايما في بالك ان ممكن ربنا فعلا يقف جنبك وان انت تنجح في الحاجه دي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى لما جه يخلقك قالك انت مكتوب عليك الفشل مدى الحياه علشان فشلت في نقطه معينه او فشلت في حاجه معينه؟ ده مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يخلقنا خلق فينا فطره ان احنا دايما بنبعد عن نقطه الفشل او ان احنا ما نحبهاش، بس برضو خلق فينا ان احنا لازم نسعى ونتعب وكمان نحاول. ربنا سبحانه وتعالى لما حط فينا نقطه ان احنا لازم نشتغل علشان نوصل للحاجه اللي احنا بنحلم بيها او بنتعب عشانها، دايما حط في بالك نقطه السعي، دايما ان انت لازم تحاول. احنا فينا فطرتنا ان احنا لازم نسعى ونحاول علشان ما نفشل. ما توقفش عند نقطه، ودايما خلي طموحك في السماء وعلي دايما مستوى امالك. خلي دايما ان انت دايما، حد قال لي قبل كده ان انت دايما خلي حلمك في النجوم علشان لو ما وصلتيش تكوني وصلتي للقمر.